من الاخطاء الشائعه عند بعض الكسابه هو الاعتماد بزاف على التبن ديال الحمص في التغذيه ديال النعاج المرضعات، خصوصا ملي كيكون عندهم التبن ديال الحمص متوفر وبكثره، فكتلقاهم كيعطيوه للنعاج بوحدو وبزاف عاد، وكيزيدوا عليه شويه ديال الاعلاف الطاقيه وكيقولوا صافي راه النعاج راهم بخيرين. ولكن هنا كيبدا الغلط الاكبر، فالتبن ديال الحمص فيه الياف بزاف وفعلا كيشبع وكيعاون في الملء وتنظيم الهضم، ولكن الجسم راه ما كيتغداش على الالياف، راه خاص طاقه وبروتين باش النعجه تبقى في نشاطها وتعطي الحليب مزيان. فمنين كيعتمد الكساب غير على التبن ديال الحمص وكيقلل من العلف الغني بالطاقه والبروتين، النعجه كيبان الشكل ديالها مرتاح، ولكن من الداخل راه ناقصه تغذيه باش تنتج الحليب، والنتيجه يعني كيكون انتاج الحليب ناقص وناقص بزاف. فماشي يكون نعجه البطن ديالها عامر راها مزيانه، ولكن التوازن في العلف هو السر ديال الصحه والانتاج.